فريتا صنفين مقتلمعي عدي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضيلة أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الجالية الإريترية في السودان تحتفل بعيد الاستقلال. سكان مديرية باراديزو يحتفلون بعيد الاستقلال. التبرع بالدم في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. إيران تقول بأن بإمكانها ضرب السفن الأمريكية بسهولة. انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسوريا تتصدى لصواريخ مصدرها إسرائيل. أهلا بكم للتفاصيل. احتفلت الجالية الإريترية في السودان بعيد الاستقلال يوم 17 من مايو. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس في الاحتفال الذي جرى في الخرطوم بحضور عدد كبير من المواطنين ومسؤولون السودانيون والدبلوماسيين المدعوون أن احتفالات هذا العام تأتي في الوقت الذي جنى فيه الشعب الإريتري وحكومته ثمرة الصمود والتصدي، كذلك تحقيق إنجازات دبلوماسية كبيرة موضحا المثابرة في العمل بمستوى عالي لتطوير علاقات الشراكة والتعاون في منطقة القرن الأفريقي وبناء علاقات الاستقرار مع الجوار. وأوضح أن احتفالات الاستقلال تذكر إلى جانب الفرحة والابتهاج بأمانة الشهداء وتجديد العهد للتنمية والتصدي. وقال أن مسيرة الصمود قد تعززت الآن أيضا بالصمود، وقد بدأ العمل لصنع معجزات في التنمية. وهنأ ممثل المجلس العسكري الانتقالي اللواء إبراهيم جابر شعب وحكومة إريتريا بالمناسبة، وأكد على العمل لإيصال العلاقات التاريخية المبنية على أساس صلب بين الشعبين إلى أعلى المستويات. وأوضح المشاركون بأن احتفال هذا العام يعززه تلاشي العدايات التي أعاقت التنمية المستمرة منذ عقود وانتصار النهج المستقل لإريتريا. وشهد الاحتفال برامج ثقافية فنية وعرض للصور عن المعمار الجميل لمدينة أسمرة. احتفل سكان مديرية باراديزو في الإقليم الأوسط في 18 من مايو بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة بنصب الخيام الأهلية. وقدمت في المناسبة العظيمة التي شارك فيها حاكم الإقليم الأوسط ومفوض الثقافة والرياضة وغيرهم من كبار المسؤولين ولفيف من الجماهير، قدمت كلمات وبرامج وفقرات تبرز معنى المناسبة وتمجد عظمتها. وحفلت المناسبة بعروض طلابية فنية ركزت على الأغاني الثورية والقصائد الشعرية. في غضون ذلك أضفى تواجد الفنانة الإريترية الأمريكية تيفاني حديش التي دخلت العاصمة أسمرة في 17 من مايو للمشاركة في ذكرى 28 الاستقلال الجاري. في المناسبة أضفى روعة وجمالا على الحفل. وأدلت الفنانة تيفاني لوكالة الأنباء الإريترية بتصريحات قائلة بأن تفقدها في أول زياراتها للبلاد قبل عام مضى للأماكن والبرامج التي تعكس الصعوبات والتحديات التي واجهت النضال الإريتري لنيل استقلاله جعلها تحس بشعور عميق. وعبرت عن مشاركتها هذا الأسبوع الاستقلال الذي يحمل في طياته تاريخ شامخ انتابها شعور قريب وفخر واعتزاز ويعتبر استثنائي في حياتها. وستعم الاحتفالات التي بدأت بمديرية باراديزو باقي مديريات الإقليم الأوسط في الخيم الأهلية في 23 و24 من مايو ابتهاجا بالعيد الوطني.
نظم مساء يوم 17 من مايو بساحة الفاتح من سبتمبر حفل موسيقي شاركت فيه فرق فنية مختارة بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال. وقدمت فرق بوبا التراثية ووالتا التابعة لقوات الدفاع مصحوبة بفرقة أدماس للرقص عروض فنية ل3 ساعات متتالية عكست التنوع الثقافي وتاريخ البلاد. وقال مدير البرنامج السيد إيوب هبتاب أن العرض يعبر عن ثقافة وهوية الشعب الإريتري ويمنح احتفالات الاستقلال الحفاوة الكبيرة لكونه ينظم في مناخ السلام. وأوضح الفنان رزان آلم الذي شارك في العرض أن الاستغلال ثمرة التضحيات، مشيرا إلى أن تدعيم الاستغلال الذي تحقق بالتضحيات الجسام بالتنمية هي من مسؤولية جميع المواطنين وهنأ كافة الشعب الإريتري. وأوضح المشاهدون للعرض بأن السلام الذي تحقق ثمرة الصمود والتصدي القوي، مؤكدين بأن القيم التي تضيء الظلام ستفعل المعجزات في التنمية أيضا. أعلنت لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الجنوبي عن بدء إكمال الاستعدادات التي ظلت جارية للاحتفال بالذكرى 28 للاستقلال بحفاوة كبيرة، وتشمل برامج الاحتفالات المناشط الثقافية والرياضية والفعاليات التي تنظم على مستوى الضواحي والمآدب الشعبية والكرنفالات. وقد بدأت الفرق الفنية لقوات الدفاع والإقليم الجنوبي العروض الفنية في مختلف المناطق، وتتواصل المنافسات الرياضية بالمناسبة. وأشار إلى تزيين الشوارع والمؤسسات من 15 من مايو، وأن الاحتفالات على مستوى المديريات ستنظم من 20 وحتى 24 من مايو. وأوضح أن الاحتفال الرسمي الذي سينظم على مستوى الإقليم في 22 من مايو باستاد مندفرة يتضمن عرضا لأكثر من 500 طالب وبرامج فنية أخرى. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال زيارة تفقدية لحوالي 70 من الشباب العمال في مختلف المؤسسات إلى إقليم شمال البحر الأحمر بمناسبة عيد الاستقلال. وزار الشباب يومي 11 و12 مركز التدريب المهني للعمال بمدينة مصوى ومصنع البلاستيك وسد قحتلاي قيد التشييد. وأوضح المدير الإداري والمالي في الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تسفاي قرماي في الشرح الذي قدمه للشباب بأن مركز التدريب المهني للعمال يعمل لرفع إنتاجية وفعالية العمال بتدريب العمال العاملين في مختلف المؤسسات وخاصة منهم الشباب. ويقدم مركز التدريب الذي افتتح عام 2015 التدريب حاليا ل 219 عاملا في 6 مجالات مهنية. وشرح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان شرح المسؤولية الملقاة على الشباب في مرحلة السلام الجديدة. أوضح بنك الدم الوطني عن تنظيم حملة ناجحة للتبرع الطوعي للدم من 15 وحتى 17 من مايو في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. وذكر السيد محاري أبراهام من بنك الدم الوطني أن الوعي الراسخ في الطلاب للتبرع بالدم مكن من جمع 407 وحدة دم خلال 3 أيام. وأفاد مراسل وكالة الأنباء أن حملة أخرى جرت في المدارس الثانوية لمدينتي عدقيح وصنعفة. وأكد الطلاب على الاستعداد الدائم لإنقاذ الحياة بالدم الذي يعوض. المشاهدون الأفاضل إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية.
أهلا بكم من جديد. قالت إيران أنها تستطيع ضرب السفن الحربية الأمريكية في الخليج بسهولة في أحدث تصريح ضمن حرب كلامية بين واشنطن وطهران بدأت قبل أيام، في حين سعى وزير خارجيتها للتصدي للعقوبات الأمريكية وإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزادت واشنطن العقوبات الاقتصادية وعززت وجودها العسكري بالمنطقة متزرعة بتهديدات من إيران لقواتها ومصالحها. ووصفت طهران تلك الخطوات بأنها حرب نفسية ولعبة سياسية. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي هذا الأسبوع أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن على اتفاق جديد بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وفي واشنطن قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة في انتظار تواصل إيران، لكن لم تصلها أي رسائل بعد تشير لاستعدادها لقبول دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة. وخلال زيارة لليابان والصين قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن على المجتمع الدولي ومن تبقى من الدول الموقعة على الاتفاق النووي التحرك لإنقاذ الاتفاق، لأن بيانات التأييد فقط لا تكفي بحسب تعبيره. اكتنف الغموض مجددا مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن حزب العمال المعارض إخفاق المحادثات مع حزب المحافظين بشأن اتفاق الخروج في ضوء تهاوي زعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وانتهت المحادثات بين حزب المحافظين بزعامة ماي وحزب العمال المعارض دون اتفاق بعد ساعات من موافقة ماي على تحديد إطار زمني لترك منصبها في مطلع يونيو. ورفض البرلمان المنقسم بشدة الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد بشأن الخروج 3 مرات، وستطرح ماي مشروع قانون الانسحاب المطلوب لتفعيل الخروج للتصويت في البرلمان في أوائل يونيو. وقال مصدر في مكتب ماي أن مشروع القانون سيتضمن بنودا جديدة تعكس مخاوف بعض المشرعين. استهدفت الدفاعات الجوية السورية أجساما مضيئة مصدرها إسرائيل، وأسقطت عددا منها وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية. ونقلت سانا عن مصدر عسكري قولها أن وسائط الدفاعات الجوية اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة بالحدود الإسرائيلية السورية وتصدت لها. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس بريس عن سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق، ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية، مشيرا إلى أن الصواريخ استهدفت منطقة القسوة حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله. ولطالما تعرضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية. نفقت جرامبي القطة التي حازت شهرة عالمية على الإنترنت بوجهها العبوس دائما. وقال أصحابها في بيان أن جرامبي نفقت إثر مضاعفات الناتجة عن التهاب في المسالك البولية. وساعدت قطة أريزونا في رسم البسمة على وجوه ملايين البشر. وزع صيت جرامبي واسمها الأصلي ترادار على الإنترنت عام 2012 بعد نشر صور لتعبيرات وجهها العابس والتي لاقت انتشارا سريعا. وطافت القطة جرامبي حول العالم وظهرت على شاشات التلفاز، وفي عام 2014 لمعت كنجمة في فيلمها الخاص عن الكريسماس. ويحظى حساب القطة جرامبي على الانستغرام بمتابعة أكثر من 2 شخص، وتمتلك ثروة تقدر بنحو $100 مليون. وقفة أخيرة مع المحطة الرياضية.
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدور الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة أن مدربه الحالي ماسيميليانو أليغري لن يستمر معه الموسم المقبل. واستلم أليغري منصبه قبل 5 سنوات ويملك سجلا حافلا في صفوف السيد العجوز، إذ قاده إلى اللقب المحلي 5 مرات وإلى التتويج بكأس إيطاليا 4 مرات والكأس السوبر الأوروبية 2 مرات. كما تمكن أليغري من بلوغ نهائي دور أبطال أوروبا 2 مرات وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015 وريال مدريد عام 2017. وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله محافظين. عدي ذلين عايني عد وفري تاتساني فين ما قتلمعي عد صعري عدي انكو قلبي تشاعة ترسي عدي وليلة هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا